والسلام عليكم. حلقه جديده من مزمزه كوره تقديم ابو زوب باذن الله تعجبكم، وفيديو جديد من المزمزه في الفانتزي ما قبل الجوله 27. طبعا شفنا حاجات كتيره في الجولتين اللي فاتوا، بس بقى الجوله دي جوله مميزه، جوله ديربي مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد. النهارده الفيديو بتاعنا هيكون متقسم لثلاث اجزاء. اول جزء هنتكلم عن في فرقتين عندهم دبل وجوله 28، اما بالنسبه لجوله 29 فهيكون فيها طبعا اكتر من بلانك بسبب الكيك. كالعاده الجزئين التانيين المعتادين، وهو ايه الماتشات المستهدفه وايه اللعيبه اللي هينك عليها، والجزء الثاني هو جزء الكابتنه. بالنسبه لجوله 28 بورنموث هيلاعب شيفيلد في ماتش، والماتش الثاني هيلاعب فيه لوتون. بالنسبه للوتون في الماتش الثاني ضد كريستال بالاس. طبعا الدبل ده شايفه دبل مميز جدا ودبل سهل جدا انك تجيب لعيب زي سولانكي، وكمان انا شايفه ان ده ممكن يكون هو خيار الكابتن الاولاني، فمتوقع جدا ان هو يتالق في الماتشين دول، لان الماتشين دول نسبيا سهلين او متوسطين بالنسبه لي. اما بقى بالنسبه للوتون فشايف الماتش بتاعهم ضد كريستال بالاس هيكون ماتش غلس، خصوصا ان هو في ملعب كريستال بالاس، والماتش الثاني ضد بورنموث هيبقى ماتش شايفه 50-50. اما بقى كلامي عن الجوله 29 فالجوله 29 هتكون متعارضه مع ماتشات الكاس، هيكون بقى في كذا بلانك في الجوله دي، فاتمنى انك تكون ما عملتش الفري هيت قبل كده في الجوله 26 عشان فعلا مفيش اي حل غيره. ودلوقتي بنيجي لتاني جزء في الفيديو، هو ايه الماتشات المستهدفه وايه اللعيبه اللي احنا عاملين عليها. كده نبدا باول ماتش، وهو اسهل ماتش في الجوله دي، وهو ارسنال ضد شيفيلد. طبعا عندك لعيبه ارسنال مميزين، ساكا، اوزيجارد، مارتينيلي. طبعا اضمن واحد في الدفاع هو بين وايت، ولو انت عايز بقى تجيب حد من قلبين الدفاع عشان شيفيلد عنده مشاكل في الكور الثابته، فممكن تفكر في جابرييل او صليبه. شايف ان الاثنين تقريبا نسبيا زي بعض، مفيش افضليه عن واحد اكتر من الثاني. وتاني ماتش هتكلم بقى عليه وهو ماتش ليفربول ضد نوتنجهام. ماتش هيكون بنسبه كبيره سهل جدا لليفربول. صحيح نوتنجهام عنده نونو سانتوس، وساعات ليفربول بنلاقيه عنده فراغات كبيره في الدفاع، شايف ليفربول بنسبه كبيره هيخش فيه جون، بس طبعا بالنسبه للعناصر الهجوميه ممكن تعتمد عليه. الماتش اللي بعده هيكون ماتش توتنهام ضد كريستال بالاس. برده الماتش ده شايف دفاعيا بالنسبه للفرقتين مش كويس، بس الماتش ده برده ماتش من العناصر الهجوميه. طبعا عينك على سون، عينك على ريتشارلسون. والماتش اللي بعده هتكلم عليه هو ماتش استون فيلا ضد لوتون. برده ماتش بالنسبه للعناصر الهجوميه بتاعت استون فيلا، كان وارد طبعا ان لوتون يسجل فيه. ونيجي بقى لاخر ماتش في الجوله دي، وامتع ماتش والماتش الناري، الماتش المنتظر، وهو ديربي مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي. الماتش ده حطيته الماتشات المستهدفه عشان متوقع جدا الماتش ده معروف بحماسه، معروف ان الفرقتين ممكن يسجلوا. مانشستر يونايتد في الفترات اللي فاتت باين لنا اللي هو ممكن يعمل حاجه في الماتش ده. طبعا الافضليه للسيتي، والسيتي متوقع ان هو يكسب، بس انا حاسس الماتش ده هيكون فيه اهداف كتير، حاسس ان سيتي ممكن يكسب بفرق جوان شويه، بس يونايتد برضه هيسجل. حاسس بقى في الماتش ده ان جوارديولا مش هيلعب بكل القوه الهجوميه، يعني دي احساس كده ان حد من فودن او الفاريز ممكن يقعدوا دكه كمان الماتش ده. بالنسبه للفرقتين طبعا ما تعتمدش على اي عناصر دفاعيه. ونيجي بقى لاخر جزء في الفيديو، وهو جزء الكابتنه. طبعا الكابتنه في كابتنه مضمونه وكابتنه ديفرنشال، وخلينا كده نبدا بالكابتنه المضمونه. احسن كابتنه مضمونه الجوله دي هي كابتنه محمد صلاح ضد نوتنجهام. انا متوقع جدا ان هو يتالق في الماتش ده. وفي طبعا ارسنال كابتن ساكا او مارتينيلي او اوديجارد كمان ضد شيفيلد. اخر بقى كابتنه لو انت عايز تكابتن ايرلينج هالاند ضد مانشستر يونايتد. الماتشات دي هو بيحبها جدا وممكن يتالق، وممكن كمان ينفجر في الماتش ده. اما بقى بالنسبه للكابتنه الديفرنشال فشايف طبعا من ليفربول مثلا ممكن تكابتن لويس دياز. اما بقى تاني كابتنه ديفرنشال انك تكابتن مثلا حد من مانشستر سيتي، تكابتن مثلا دي بروين او فودن. ونيجي بقى لاخر الفيديو، هستعرض لكم برده نسبه كلين شيت المتوقعه في الجوله دي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، مستني رايكم تحت في الكومنتات واعرف هتكابتنوا مين في الجوله دي. اشوفكم في فيديو جديد وجديد شديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.